ومن هذا النهار ما عمرك مازال غتلقاي مشكلة باش تحضري معايا الملوي والمسمن فقط بعجينة وحده وبواحد الخلطة سحرية غتحصلي على ملوي ومسمن ناجح ومورقين. اول حاجة كنحتاج في المكونات الجوج لافة ديال دقيق الفورص، وزلافة ديال دقيق القمح الفينو، عندي معلقة كبيرة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال العسل. ممكن تعوضوا العسل البنات بسكر السنيده. هنا عندي زلافه ديال الماء اللي كيكون دافئ، هي الاولى اللي غادي ندير. من بعد كنجمع العجين، من بعد هنا غادي نضيف نصف زلافه ديال الماء اللي كيكون في المجموع. غتحتاجوا زلافه ونصف ديال الماء اللي كيكون دافئ. وهنا كنحاول انني نجمع العجينه، ما كندلكهاش. ما غتحتاجش العجينه البنات انها تدلك حيت غتخليوها ترتاح. هنا من بعد العجينه خصها تبقى رطبه. كندهنها بشويه ديال الزيت وكنوضعها في بلاستيكه وكنخليها ترتاح ساعه. الا كان عندكم الوقت البنات خليوه اكثر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كتدلك راسها في ديك البلاستيكه، كتولي واحد العجينه مطاطيه ورطبه. داكشي علاش ما كنحتاجوش اننا ندلكوها. هنا الا بغيتوا انكم ديروا مباشره العجين بلا ما تخليوه انه يرتاح فكتدلكوا واحد 5 دقائق. هنا من بعد كندهن اليدين ديالي بشويه ديال الزيت النباتيه وكنبدا نشكل كرات كيكونوا في نفس الحجم. هنا غادي نتحصل على 7 الكرات. من بعد هنا كندهنهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق باش ملي كنجي نسرحهم ما كيبداش تقطع لي العجينه. هنا بالنسبه للخلطه السحريه غنحتاج فيها تقريبا غتحتاجوا الكأس ديال زيت نباتيه، وعندي هنايا معلقه ونصف ديال الزبده كندوبها، وعندي 2 معالق كبار عامرين ديال دقيق الفورص، وواحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات. هنا كنخلطوا مزيان ديك الخلطه، هي اللي باش غادي نورقوا العجينه. هنا كناخذ اول كره، كنحاول انني نستعين هنا بشويه ديال زيت نباتيه كنسرحوا العجين. السر ديال النجاح ديال المسمنه البنات او الملوي انكم تورقوا العجين، تسرحوه مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد انا كندير ديك الخلطه في الوسط، وكندير شويه ديال الفينو في الوسط كيف ما كتشوفوا، وكنبدا نشكل مسمنه بهذه الطريقه. كنطوي الجناب بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كتجي واحد المسمنه اللي مورقه الا درتو ليها الطريقه. هنا بالنسبه للملوي ايضا كنسرحو مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل. من بعد كندير ديك الخلطه في الوسط وكندهن وكندير شويه ديال القمح. من بعد هنا البنات كندير ايضا في الوسط وكنلوي. وهنا من بعد كنخليو العجينه ترتاح واحد شويه. كنبدا باول وحده اللي شكلت بحال هكا، وكنستعين هنا بديك الخلطه وكنبدا نلوي بهذه الطريقه. حاولوا انكم ما تزيروش ملي تكونوا كتلويو. من بعد هنا اخر طويه البنات غادي نديرها في الجناب وغادي نخليه يرتاح تقريبا. من بعد كنبدا نوقفهم بهذه الطريقه وكنضغط ليهم وكنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق وكنبدا نشكل فيهم. صدقوني البنات بلي راه كيجي ناجح، غير تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخير باش كينجح معاكم. هنا كتسخنوا المقله ديالكم البنات، وهنا غادي ناخذ الورق. بالنسبه للبنات المبتدئات غادي تستعملوا الورق باش كتنجح معاكم. هنا كتسرحوا العجين وحاولوا انكم تركزوا على الوسط ديال العجينه باش ما كتجيكمش معجنه. وملي توضعوا الملويه في المقله البنات كدهنوا بشويه ديال الزيت وكتبداو تقلبوا فيها بحال هكا كل ثانيه البنات كتبداو تقلبوا. هنا السر ديال النجاح ديالو باش يجيكم مورق انكم تبقاو تقلبوا فيه، غير كيبان لكم انه بدا كينشف كتقلبوه وكتبقاو تقلبوا فيه بحال الطريقه حتى كيتورق والعافيه تكون متوسطه، ما ديروش مهيله باش ما كينشفش. هنا كيف ما كتشوفوا كيجي مورق وناجح 100%. بنفس الطريقه غادي نطيب المسمن، العافيه تكون متوسطه وكنبقى نقلب فيه بحال هكا حتى كيتنفخ وكيتورق وكنحيدو وكنقدمو معاكم. كيجي واحد المسمن رائع ناجح مورق كيف ما كتشوفوا معايا. ملوي كيجي ايضا مورق ومفرق كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو الورقات باينين على بعضياتهم. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتنجح معكم، وغنقول لكم بالصحه والراحه.